واش عمرك شفتي فريق كيخنق الخصم وما كيخليهش حتى يفكر، وحسيتي بلي الماتش كيتلعب في نصف ملعب واحد؟ هذا ماشي صدفة، هذا سميتو بريسينغ. ولكن بريسينغ ماشي غير جري، راه نظام وذكاء كروي. بريسينغ يعني تضغط في أقل وقت وتربح الكرة قبل ما الخصم يرتاح. ولكن كيفاش نعرفوا واش البريسينغ قوي ولا لا؟ هنا كيدخل رقم سميتو PPDA، يعني Passes per Defensive Action. PPDA كيقول لك شحال كتخلي الخصم يدوز من تمريرة قبل ما تضغط عليه، وهو كيساوي عدد تمريرات الخصم مقسوم على عدد التدخلات الدفاعية ديالك. مثلا الخصم دار 20 تمريرة وانت ضغطتي 5 المرات، PPDA ديالك كيساوي 4. PPDA كيبين واش كتخلي الخصم يلعب ولا كتخنقه. إلا كان PPDA صغير راه كتضغط بزاف وكتخنقه، إلا كان كبير راه كتخلي الخصم يلعب براحته. ولكن هاد الشيء ما كافيش، حيت السؤال الكبير هو فين كتربح الكرة. هنا كيجي هاي تيرنوفرز، اللي هو شحال مرة كتربح الكرة قريب المرمى الخصم. وهنا كيبان الخطر. مثلا ضغطتي على الدفاع، دار خطأ، ربحتي الكرة في 30 متر من المرمى، هذا هاي تيرنوفر. في المنتخب المغربي هاد الشيء بان مزيان مع الجيل الجديد. جاسم ياسين كيضغط بالسرعة وكيفرض الغلط، نايل العيناوي كيقرا اللعب وكيقطع التمريرة بذكاء، إسماعيل صعيباري كيربح الكرة وكيتحول مباشرة للهجوم. والخلاصة هي أن PPDA كيبين شحال كتضغط، وهاي تيرنوفرز كيبين واش ضغطك يجيب نتيجة. إلا عجبك هاد التحليل دير لايك وتابونا، وشوف باقي الحلقات ديال السلسلة، حيت كل وحدة يمكن تلقى إعجابك.